اهلا بكم، ازيكم النهارده؟ عاملين ايه؟ طبعا كل شاف النهارده ماتش الاهلي وبيراميدز. بتفرج على الفضيحه بتاعت النهارده. الماتش خلص 3-0 لصالح بيراميدز، يعني خلصان بنتيجه كارثيه، نتيجه غير متوقعه خالص، بالذات بعد اللي احنا شفنا الماتش بتاع الزمالك وانبي بالتعادل. قلنا خلاص بقى اللعيبه هتنزل تاكل النجيله، تاكل الملعب، هتطلع نار من بقها. بس فين؟ معناش اي حاجه يا جماعه. ايه ده؟ ايه التهريج ده؟ هو ده الاهلي اللي احنا عارفينه؟ هو ده الأهلي بتاع الدقيقة 90 بلس 90؟ فين أيام زمان؟ فين أيام كولر وأيام وسام؟ سيبنا ايه احنا اللي بتوع البليلة دلوقتي؟ احنا دلوقتي بقى نروح ناكل بليلة بقى. فين اللعيبة يا جدعان؟ لعيبة الأهلي فين؟ فين أيام موسيماني؟ لا، والحكم بقى مد 10 دقايق، يعني خلاص بقى هو أهل الريمونتادا بقى بيجي في الباص 94 95، ادالك 10 دقايق، يعني خلاص بقى خد بقى. بس الرجالة بتاعتنا تعبانة بقى، مفيش بقى حد بيلعب خالص، الرجالة كلها ميتة. تريزيجيه منتهي، بن شرقي العميل عميل زملكاوي، انا مش عارف هو يرجع للزمالك. يا ريت والله يا جماعه الادارات الفنانه، كفايه بقى، كفايه كده، ايه ترد؟ نقول له ترد ستوب كده، كفايه بقى، خد بعضك وامشي. نقدر نلم بقى كده ايه 3 ماتشات الجايين دول على قد ما نقدر كده. انت متخيل لو كنا كسبنا النهارده كان يبقى الفرق ما بينك وبين الزمالك نقطتين ولا نقطة؟ والله ما انا فاكر، خلاص بقى بايظة بقى. كنت قبل الماتش الجاي كنت هتكسبه، كنت هتبقى خلاص بقى ما عادش فيه بقى يعني. كان الدوري كان ممكن يجي بقى، اما دلوقتي خلاص بقى. مبروك بقى للزمالك بقى، عرض لك للأهلي وبيراميدز التاني، وكده كده انت في الباي باي بقى، تروح تلعب بقى في دوري الفلاحين بقى بتاع ايه، بتاع أفريقيا بقى التاني ده، ولا كأس عالم ولا أي حاجة. ما اللعبة دي هتلعب كأس عالم ازاي يعني؟ أنا مش فاهم. لعبوا بقى في دورة رمضانية وخلاص، بيعملوا بقى تجمع كده واد صغير، ولعبوا بقى دورة ايه رمضانية في ايه، في قلب التتش وخلاص بقى. الواحد والله كان متوقع ان اللعبة هتنزل يعني هتاكل النجيلة، هتطلع نار من بقها. بيراميدز ده هيتحط عليه. تيجي تبص على الماتش بقى، لعيبة تعبانة، أداء مفيش، مدرب مش موجود، الجمهور يعني مصدوم من اللي بيشوفه في أرض الملعب. ودي كانت واضحة يعني ومبينة من بدري، يعني بقالنا 3 4 ماتشات اهوت من أول الموسم أصلا واحنا الفرقة تعبانة، بتتعادل بظروفها، تكسب 1-0 بظروفها. بصراحة يا جماعة من بعد كولر الفريق تعبان خالص، يعني مفيش ولا مدرب جه ظبط الفريق. التيم في النازل خالص، مفيش حتى كورة. الواحد ماشي بيتفرج على الكورة كده بيستمتع بالكورة بتاعة الأهلي، لأ. واحد بينزل على راس المحل دلوقتي حاط قلب وإيده على قلبه. لو جينا بصينا على أصلا الإحصائيات بتاعة الفريق من أول الدوري هتلاقي أصلا إحصائيات تعبانة كلها. يعني شوف المكسب كام ماتش كسبنا احنا في كام ماتش دلوقتي، كام ماتش كسبناه يعني. حتى لو كسبوا ما هتلاقي بلعب تعبان، فرقة باهتة كلها. المشكلة إن الفرقة كلها تعبانة، يعني من أول واحد لآخر واحد، من الكبير للصغير كله في الفاضي. ما تفهمش ايه اللي حصل لهم يعني. ما هم نفس اللعيبة اللي كانوا بيلعبوا من السنة اللي فاتت والسنة اللي قبل منها. امال هما مشوا كولر ليه؟ بعد كده بقى كولر بقى كان يعني الأب الروحي بقى بتاع التدريب ده. قال والله ما لاقي كلام يتكلم فيه، ولا له نفسه أصلا يتكلم. حاجة أصلا والله، حاجة يعني مش عارف نقول ايه، بس الحمد لله وخير، قدر الله ما شاء فعل. بس ده برضه ما يمنعش اللي اللعبة يعني، اللعبة ما جاتش الموسم ده خالص، موسم تعبان، أداء وحش، مفيش كورة في الملعب. تعرف لو كنا خسرنا مثلا وكان في كورة في الملعب كده، في ندية، في هجمة هنا وبتاع، بس مفيش. 3-0، 3-0 ازاي؟ الواحد حزين 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 والله العظيم، حزين لأبعد درجة ممكن. زعلان على الفريق واللعيبة والأداء. الواحد مش مستمتع كده، حتى الواحد مبقاش عنده أصلا شغف السنة الأهلي عشان يتفرج عليه. قاعد بتفرج على كورة ميتة، كورة ملهاش طعم. فين الأهلي اللي كان بيكسب ماتش قبلها ب3 أيام؟ لو حد يعرف المشكلة يا جماعة يقول المشكلة فين، نفهم بس مش أكتر، نفهم. محد يشوف لنا حل في الموضوع ده. متعرفش المشكلة في اللعيبة ولا في المدرب ولا في أرضية الملعب،
ولا في الجمهور؟ يمكن يكون المشكلة في الجمهور بقى، ما نشجعش وخلاص بقى ونقعد في البيوت نتفرج على التلفزيون وخلاص. طب الماتش الجاي بقى مع الزمالك هنعمل ايه يا ترى؟ هنلعب مع الزمالك بقى هنخسر بقى وهو بطل الدوري بقى؟ كلها كام يوم ونشوف ايه اللي هيحصل. ومحدش قاعد بيستغرب بقى حاجة بقى، خلاص بقى كلها بقى شبه بعض. سلام.